السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى هنعمل احلى اكلة شعبية، جمهورها كبير قوي 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 وكتير قوي قوي ومحبوبة من كل الشعب المصري وغير المصري، اللي هو ايه بقى؟ الكشري المصري بتاعنا بكل حركاته واتكاته وجماله وبكل تفاصيله. وزي ما انتوا شايفين كده الجمال والروعة، وحاجة كده بسم الله ما شاء الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. انتوا شايفين؟ والتقلية بقى والحمص والدقة، والكشري المصري ما يحلاش الا بالدقة بتاعته والمشطشطة دي والجمال ده كله. هنعمله ازاي؟ اول حاجة هنجيب عدس معانا. انا جايبة عدس بلدي، عدس بلدي مش مستورد. العدس البلدي بتبقى حبته صغيرة كده، وبياخد معانا غلوتين كده على النار. اما المستورد بتبقى حبته كبيره وما بياخدش سوا معانا، يا دوب كده لو نقعناه ساعتين في شويه ميه بيستوي، بيبقى زي الفل. فانا النهارده هعمله معاكم بالعدس البلدي لان انا بحبه بالعدس البلدي. انا طبعا نقيته ونضفته، بس ايه هنبدا بقى نغسله. بيبقى فيه طبعا ايه شوائب كده وقش، وفيه بيبقى حبوب كده فاضيه. لما بنغسله بتطلع على الوش زي ما انتم شايفين. بناخدها طبعا نصفيها ونغسله غسلتين تلاتة كده لما ينضف ويبقى زي ما انتوا شايفينه كده. وهنحطه في الحلة وعليه شوية مية وهناخده غلوتين على النار. بعد كده بقى هنبدأ نعمل أول حاجة ايه، هنعمل بقى التقلية بتاعتنا اللي هي بقى الورد اللي بيتحط فوق الوش. هنقطع طبعا البصل كده شرايح. انا معايا 4 بصلات متوسطين، انتي تقدري تحطي الكمية اللي انتي عايزاها، تزودي تقللي براحتك. قطعها شرايح كده رفيعة حلوة عشان يبقى معانا التقلية مقرمشة كده وخفيفة. طبعا انا قطعت الكمية كلها. هنزل عليها بمعلقة واحدة من النشا، معلقة واحدة بس، ما تغرقوهوش نشا كده زي ما ناس كتير بتحط نشا كتير. هي معلقة واحدة، وبقلبه كويس وابدأ افككه كده من بعضه عشان ايه يبقى مفلفل كده وكل حباية لوحديها. وعلى بقى ايه زيت سخن، وهنبدأ ايه نحمره. هننزل بشوية كده مش كتير عشان ايه يعرف يتحمر براحته. ولما ياخد اللون الذهبي الجميل ده اللي انتوا شايفينه، هنبدأ بقى نصفيه من الزيت وايه ونطلعه. زي ما انتوا شايفين كده لونه جميل جدا، ولا نزود عن كده ولا ننقص عن كده. طبعا انا عارفة كلكم شاطرين وزي الفل. ده للبنوتات الصغننين اللي هم لسه ايه